اهلا بيكم، السلام عليكم. معكم مريم عناب كيما وعدتكم، ومالغري الصوت هذا جيتكم بالخبز اللي قلتوا لي ازربي حطي لنا الوصفه في اقرب فرصه. دونك ها هي الوصفه السهله، شوفوا ديك النتيجه. خبز الورده قطن من الداخل، جميل في الشكل، تحطوه للضياف، تقدموه مع كل الاطباق وكل لي سوب، يعني الجاري تاعنا اي نوع تاع سوب. تاكلوا مع حاجه سكري كيما البريوش، تري بون. تفضلوا معايا، بسم الله. شوفوا انا حنخدم بالبيتخا، حتى اللي تحبوا تخدموا بيدكم بالمغرف، يعني يتخلط فاسيلمون، اي واحد يديروا وينجح فيه فاسيلمون. دونك حطيت في لو بول تاع الغوبو كاس كبير حليب دافي، هذا هو الكيلو تاعي. تحبوا تعملوا اكتر، ما عليكم غير ضعفوا الكميات. دونك هذاك الكاس يعمل لكم 4 خبزات وردات كبار كما شفتوهم. حطيت كاس كبير حليب دافي، زدت عليه مغرف كبيره تاع خميره الخبز، وزوز مغارف كبار بيان بومبي تاع سكر كما شفتوا. وهنا زدت عليهم بعد ما خلطت هذيك الخميره شويه تتفاعل شويه، نزيد لها ربع، نفس الكاس هذاك ربع تاعو زايد شوي تاع زيت. ما حطيتش نص كاس زيت، نو يجيكم زيت ياسر، سورتو حنا من بعد رايحين نخدموه يعني بشويه زيت لافان. دونك ربع كاس تاع زيت هكا زايد شويه على ربع زيت، وزيت له بيضه، خلط السوائل هذوما كل. وهنا نبدا نلم في العجينه تاعي، نبدا نحط، ديروا فرينه متعدده الاستعمالات. نبدا نحط في لافارين. هنا ما نعطيكمش الكيل، كل فرينه وكيف ما. دونك تبداو تحطوا بشويه كيما قاعدين تشوفوا، قاعد نحط بشويه لافارين وتخلطوا. المهم نتحصلوا على عجينه يكون قوامها رطب. وكيما قاعدين تشوفوا هنايا زدت نص مغرف كبيره تاع ملح، مع الملح ديما يتخلط مع لافارين. درك نبدا نعجن ونزيد في لافارين بشويه، ديك الفرينه ما نحطوش ضربه واحده. شوف حطيت شويه في الديبي، خلط، نبقى كيما هكا نزيد ونخلط ونشوف. نبقى ندير نعجن ونزيد في لافارين بشويه بشويه حتى نتحصل على القوام المطلوب. كل ما ندير نجرب نمسها كيما هنا تبان لي اونكور مازالت يعني طريه تستاهل اونكور فارين. نزيد لها ونبدا نزيد نخلط بشويه بشويه نعجنها. شوفوا كنا هنا بعد ضربت لها عجنه ملاحه خلاص تتدخل بيان العجينه تجيكم رطبه. نقول لكم حاجه برك هنا ملاحظه، العجينه كي تعود مندمجه بيان في بعضها، يعني معجونه، حتى كي ديروها بيدكم مثلا لازم تدخلوها مليح العجينه تاعكم تجيكم رطبه، باش كي تشكلوها الاشكال تاعكم يجيكم ملاح ما يتفلقوش وهما قاعدين يطيبوا. فوالا دونك هاي حتى تحصلت على داك القوام اللي شفتوه هكا، تجي عجينه طريه تتلاصق شعره، هذا هو القوام. وخليتها تطلع. ومن بعد هنا كاين اللي حاب يخدم بلافارين مثلا، وانا هنا فضلت اني نخدم بشويه زيت، ما نكتروش، نمسحو برك بالزيت، خاصه انه احنا ما كترناش الزيت يعني في الديبي. دونك حكمت هذيك العجينه تاعي، جولي ديغازي. وهنا بديت قسمتها على 4 باش نعمل 4 خبزات. نجانس العجينه مليح، لازم هديه كيما قلت لكم، لازم العجينه تاعكم تكون متجانسه كيما هكا. نشكل كويره تاعي ونبدا نخدم في الخبزات ترونكيل. هنا راح نبداو بالخبزه الاولى، وهذه هي الطريقه تاعكم. الخبزه تحلوها يدكم ديما هكا، تعملوها تمسحوها برك بشويه زيت. نعملوا الشكل هذا كما شفتوا، دورت العجينه باش تجيني مرقه شويه من الداخل هكا، تجي خفيفه يعني. دونك بعد ما لميتها درتها ان بودان كما تشوفوا، وقصيتها هكا في النص باش نعملوا الضفره ديك الغوليه داكا. هنا اضغطوا مليح فقط باش تتقص لكم مليح من المره الاولى، وبداو دوروها لفوهم هكا على بعضهم. وهنا نزيدو نجيبو هداك البودان غولي، ونبداو بالطريقه هديه نلموه ونتحصلوا على ورده جميله جدا. والخبز تاعكم يجيكم الله يبارك تخي تخي بيان. لا فورم تاعو هي فقط كشكل، يعني انا حبيت نقدمه لكم بالطريقه هذه، خاصه هو من الداخل جاي هكا موالو اي تو، دونك سي دو. فوالا ها هما الورده تاعي، درت 4 حطيتهم في البلا.
حطيتهم خمروا. بعد ما يتضاعف الحجم تاعهم انا نحط ديما كي ندير الخبز نحطه في الفوغ هذاك يكون طافي بيان سور باش ما نغطي ما حد شي، نحطه في الفوغ ونقفل عليه. كي نشوفه خمر وضاعف الحجم تاعو سي بون، نجبدوا الخبز تاعنا اون باديجون. كما شفتوا هنا عندي بيضه ما زدت لها والو، بيضه خلطوها فقط وديروا بها تتحصلوا على احسن نتيجه. خير من تزيدوا الحليب وخير من تزيدوا الماء وخير من فريمون. وهنا ديروا كيما تحبوا. انا درت شويه جلجلانيه وشويه سينوج هكا في النص، ديروا كيما تحبوا. والخبزه الثالثه درتها تاني بشكل واحد اخر دوك تشوفوه. وخليت واحده تجي كيما كاكا يعني تجي بيان دوغي فقط، ما حطيت لها لا جلجلانيه لا حطيت لها واش اسمه السينوج. اي فوالا. نكون سخنت الفرن على 180 درجه مئويه، بشرط الفرن تاعكم كي تطيبوا فيه الفو با يكون سخون ياسر باش هذا الخبز بريوشي تاعكم يتضاعف الحجم تاعو مليح في الفرن وياخذ ما يجي طيب يكون دالك ولا غادي. كنت يكون الفرن تاعكم سخون ياسر من الديبو يبدا يدير لكم قشره ديك يا حمار خلا هو يكون مازال ما طابش. فوالا نعطيكم برك هديه استوس. وحطوا طيبوا الخبز تاعكم ترونكيل. بعد ما يطيب ما ياخذش وقت ياسر، هو جينيرالمون يطيب خرجوه خليوه هكا شويه نحيوه باش ما يعرقش في البلا وسي بون. وها هو الخبز تاعي طايب. شوفوا كيف ما يجي هنا ومازال شويه سخونه، سي بور سا هكا يجي يتلاصق في بعضه مي قطن من الداخل خفيف خلاص وبنين، ماهوش هذاك اللي حلو ياسر ياسر. هنا بركه كاينه حاجه كنت تحبوه يجيكم احلى يعني حلو هكا، ديروا 3 مغارف كبار اوليو دو يعني هذه فقط اضافه. وانا درته هكا باش ناكلوه مع الموالح الكل اكسيتيرا. دونك شوفوا كيف ما يجي من الداخل الله يبارك، سي فريمون تري جولي. نتمنى من كل قلبي نكون افدتكم بوصفه الخبز اللي طلبتوني فيها وقدمتها لكم من كل قلبي. شكرا.